إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن أعظم حق أمر الله عز وجل به الخلق أجمعين وأوجب به المكلفين به هو عبادته سبحانه وحده لا شريك له. فمن أجل توحيد الله سبحانه في العبادة أعطى الله جل في علاه البشر عقولا، وأرسل إليهم رسلا، وأنزل عليهم كتبا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فالحكمة يا عباد الله من خلق الله سبحانه وتعالى للعباد أن يوحدوه في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ولما كان أكثر ضلال الخلق في توحيد العبادة كان هو أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لم يأتي بتوحيد الله لم يعبد الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة من رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يدعوهم لعبادته وحده لا شريك له، ويحذرونهم من ضده وهو الشرك بالله. فعمت الرسالة في كل أمة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان دين الأنبياء واحدا، وكلهم كانوا ينهون عن الشرك، وهو صرف شيء من العباد لغير الله سبحانه وتعالى، من الدعاء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو التوكل أو الصلاة أو الصيام أو غيرها من العبادات والطاعات الظاهرة والباطنة. فالشرك أعظم ذنب وصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكان إبراهيم عليه السلام وهو الأمة القانتة لله عز وجل يخاف الوقوع فيه، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. بل يا إخوة أن الإشراك أظلم الظلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ يعني لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظنوا أن الأمن والهداية لا تتحقق إلا لمن لم يعص الله سبحانه وتعالى أبدا في جميع الأمور. ولذلك تعجبوا من هذا الأمر ووجهوا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم كما تفهمون، وإنما هو فقط الشرك بالله سبحانه وتعالى. فعند ذلك قال: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنهي عن الشرك بالله أمر بالتوحيد به، فلا يجعل مع الله إلها غيره في ألوهيته. فعبادة الله لا تحصى
تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لقد رضي الله عز وجل على العباد، لقد رضي الله سبحانه وتعالى على العباد وأوصاهم بأعظم وصايا، ورأس هذه الوصايا والأوامر توحيده وعبادته وحده لا شريك له. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وخشيته في الرضا والغضب، وأدوا حق الله عليكم، فإنه لا يتم لعبد عمل ولا يقبل منه ما لم يكن مخلصا لله تعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا يرجو بعملهم ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا قبرا ولا جنا ولا إنسانا ولا شجرا ولا حجرا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها أحدا. أيها المؤمنون، إن التوحيد فضله عظيم وأجره كبير، فهو المنجي من عذاب الجحيم والمدخل إلى جنات النعيم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. ومن فضائل التوحيد يا عباد الله أنه مكفر للذنوب والخطايا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: قال تبارك الله وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عباد الله، ومن حقق توحيد الله سبحانه الذي أمر به وأتى بكماله فتجنب كل أنواع الشرك كبيره وصغيره، فإنه يرجى أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة في زمرة 70,000 الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، يمرون معه الجماعة، رهط من 3 إلى 9، والنبي ليس معه أحد، يعني الذي آمن به، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. لكن انظر إلى الأفق
فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل انظر ها هنا وها هنا في الآفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم يقول الراوي دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين من هؤلاء 70 الذين ما هي صفاتهم، دخل البيت وأخذ الصحابة يخوضون من هؤلاء ما هي صفاتهم. قال قائل نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يا إخوة صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله الواحد الأحد أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين الصادقين، وأدم على الكويت وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجمع كلمة أهلها جميعا على الحق وأعنهم على نفع الخلق. اللهم أعن إخوان المسلمين المضطهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم واشف جراحهم وارحم موتاهم واستر نساءهم واجبر كسرهم ونفس كربتهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.